سهلها لك، ناس كتير تعافت معانا الحمد لله، مش شطارة مننا لكنه فضل من الله الحمد لله. ربنا أراد إن هذه الرحلة رحلة تعافي الروح من عند الله. عملنا لكم حلقات في رمضان وناس كتير تعافت فيها الحمد لله، وقبلها كان في رحلة الكرم والعوض والفتح، ولعلها رسالة من الله، وليس صدفة وجودك وليس صدفة وجودي لكنه من عند الله. تعافي الروح لو مستعد تبدأ، فالبداية صعبة ورحلة التعافي بتمشي خطوة خطوة، لكنها ممكنة جدا، وأنا بقول لك إن في أمل كبير للتعافي. فيلا بينا نبدأ في رحلة حقيقية ليك، رحلة حقيقية ليكي. خلاص فيلا بينا نبدأ. أول سؤال، ليه مش قادر تنسى اللي فات؟ ليه مش قادر تنسى وجعك؟ ليه لسه مشتاق؟ قولي بقى، قولي ليه. يلا طبعا اللي هيتفاعل اللي مستعد هيبان عليه، وهعرف ان هو مستعد زي الناس الكتير الجميلة، والمستعد ده بيبقى له حاجات تانية معايا خالص. خلاص فانت هتفوق معايا، لان بناخد الناس الفايقين المستعدين وبعرفهم بالاسم، عشان كده بقولك اكتب اسمك ومن انهي بلد، لان الرحلة حقيقية. طبعا بنحيي بيبو وسمر لان هم بيدعموا اللايف وبيعملوا لايك. طبعا اي حد بيدعم اللايف ويعمل لايك او شير ده طبعا عايز يدعم اخواته. فيلا بينا للناس الجميلة اللي بتتابعني من كل مكان. انت لو فاضي شوية دلوقتي تعالى اقعد معانا شوية. انا مصطفى بوشناق وسعيد بوجودي معاكم النهاردة، وحابب ان انا اتعرف عليكم. قبل ما نبدأ كل واحد يقول لي اسمه، من انهي بلد، وايه اللي عايزه في التعافي. انت عايز ايه؟ حاسس بايه؟ ليه لسه مشتاق للي فات؟ ده عنوان اللايف بتاعنا، عنوان مهم. ليه لسه مشتاق لوجعك؟ ليه لسه قلبك متعلق رغم الوجع؟ ليه لسه بتشتاق للي كسر قلبك؟ اعرف السبب، لازم تعرف السبب وتبدأ تتعافى. اتفقنا؟ الله يخليك يا عمر، وانا سعيد بوجودك والله جدا، وانا بحبك في الله وبحبكم جدا، لان انتوا مش موجودين كتير، فانا ببقى جاي مبسوط ان انا هتعامل مع ناس زيكم بيتابعني من كل مكان في العالم. منى بتقول اتجرحت في سن صغير في الوقت اللي كان الناس فرحانه وانا مكسورة الخاطر. واضح من كلامك قد ايه انت تعبان. يعني الكلام بيتكلم عن نفسه، وعن احساسك، واحساسك خذلان يا جماعه، بيدمر في الروح. فعشان كده هنتكلم عليه، ان الناس اللي اتوجعت واتظلمت وقدمت كتير بس انتوا معملتوش حاجه. يعني الناس بتيجي تقول لي احنا ملناش حاجه خالص، وتعبنا واتمرمطنا، وكان اصعب مشاعر كنتوا تمروا بيها العتاب. شكرا. العتاب اصعب مشاعر هي العتاب، ماشي. العتاب الناس اللي كانت انت لما كنت في ناس بتقدرها وبتديها وتيجي تعاتبها كانوا يتضايقوا كمان. تخيل، يعني هم اللي بيتضايقوا انت بتعاتبهم. يعني العتاب فعلا على قدر المحبة، لكن للي يستحقه فعلا، اللي يستحق. عارف اهلا، عارف صح. يعني قول لي اسمك كده. عارف هشام، اهلا بيك والله، انا سعيد بوجودك وكلامك ده يعني على معانا. بص خلي بالكم، هنا ابناء اصول، بنات اصول، ناس محترمه تستحق كل تقدير. الله يخليك يا بيبو. طبعا الناس الجميله اللي معانا عايش في استغناء بفضل الله. برافو يا ريم. كل واحد بس من فضلكم يقول لي اسمه من انهي بلد ومستعد معايا رحله تعافي، وانا مبسوط بيكم لان مش موجودين كتير وبيتابعني من كل مكان في العالم، وناس خفت وتعافت معانا كتير، وعندنا كل ما يسر ان شاء الله. مش شطارة مني والله، لكنه فضل من الله، عشان ربنا مش عايزك تفضل زي ما انت، عشان كفاية. صدقني والله كل حاجة هتبقى جميلة. انا بعمل لك رحلة بدأت اهي، تعافي الروح يومية، وبنصور لك من كل مكان، في اي مكان هصور لك ايا كان المكان اللي انا فيه. فانا بحاول قد ما اقدر اكون معاك، فيديوهات، لايفات، رحلة تعافي حقيقية، تعافي روح. عاملين يوتيوب قوي جدا، ابدأ خش معانا اليوتيوب، ابدأ خش الفيس، الانستجرام، خش التيك توك، خليك معانا خطوة بخطوة. ويلا بينا نبدأ هذه الرحلة الجميلة. يلا، مستعدين؟ مستعدين ان احنا نغير، مستعدين ان احنا نبدأ رحلة حقيقية بعد تعبك ومعاناتك، وترجع لنفسك تاني اللي ما عشتش فيها. فانا بسألك سؤال دلوقتي، كل واحد يكتب لي اسمه من انهي بلد ومستعد معايا رحلة تعافي، او يصلي على النبي، او يكتب رقم 1 او لا اله الا الله. ده هعرف ان انت مستعد، ان ربنا عمل لنا طارة التعافي وقودنا في هذه الرحلة هو الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكمالك وكمان. انا موجود حاليا في مصر عارف. واهلا بيك، واهلا بكل الناس الجميلة اللي بتتابعني، الناس الاصيلة، اولاد الاصول. الله يرزقك ويحفظك، الله يخليك يا منا ويسترك ان شاء الله. لو مستعدين تبداوا معايا قولوا لي احنا مستعدين. وناس كتير هتلاقيهم دخلوا من الناس اللي كانوا معانا في الرحلة الاولى، وهتعرفوا قد ايه قيمة هذه الرحلة. مش شطارة مني برضو، قلت لك فضل من الله ان انت تسمع ده، وليس صدفة وجودي، وليس صدفة وجودك لكنه من عند الله عليه الصلاة والسلام. يلا نبدأ.
قول لي اسمك من انهي بلد، وهنعمل لك انشطه كتير الفتره الجايه وهتبقى مبسوط معانا. ليه بقى بتشتاق للي وجعك؟ وليه قلبك مش قادر ينسى ورغم التعب ورغم الوجع ولسه فاكر ولسه؟ تعال نفهم ليه بقى مع بعض. تعال نعرف نعالج الصورة دي، لان فعلا الموضوع صعب. الموضوع انت بتعاني في حاجة فعلا مالكش ذنب فيها، وانت عملتوش غير كل خير. انا من الرحلة الاولى في الطيارة، بيبو طبعا معانا من الرحلة الاولى في الطيارة. ربنا عمل لنا طيارة التعافي، وبيبو دعمت فيها كتير، وكان وقودنا في هذه الرحلة والصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكماله وكمال صابرين. أهلا بك يا صابر مستعد. كل المستعد أنا بكتب أسامي طبعا وبعرف مين المستعد وبرجع اللايف. والمستعد زي ما قلنا هنعمل أنشطة، وهناخد واحد إن شاء الله هيطلع معانا هعمل له جلسة مجانية بإذن الله، لايف كوتشنج وإرشاد، بحيث إنه يفوق ويتعافى ويقوم. فهيبقى في الناس المستعدة بجانب اللايف هنعمل لها حاجات مجانية. خلاص، جلسات مجانية هنعملها ازاي؟ هنختار الناس المستعدة قدامكم، نطلع ورقة كده من وسط الأسامي اللي هكتبها. أنا هعرف مين الأسامي اللي تحتاج الناس المستعدة. فهنعمل كل أسبوع هذا إن شاء الله بإذن الله. والناس الجميلة اللي معايا اللي بتتابعني من كل مكان المستعد، فمن فضلك أنا مصطفى بوشناق بتعرف بيكم وبتشرف بيكم. قبل ما نبدأ عنوان اللايف بتاعنا، كل واحد يقول لي اسمه من أي بلد، لا بعرفكم بالاسم، أو يكتب لا إله إلا الله، أو يكتب رقم واحد، أو يصلي على النبي. هعتبره مستعد واكتب اسمه معايا في الناس المستعدة اللي هتخش معانا إن شاء الله. في السحب ده هعمله قدامكم، نختار واحد إن شاء الله هيخش معانا جلسة مجانية. وبجانب كده اللايفات والفيديوهات هتفرق معاك كتير أوي اليومية ان شاء الله. زي ما كتير ناس خفت معانا وتعافت وفات وقامت وتعوضت وبعتولنا، هتلاقوهم يدخلوا معانا من وقت للتاني يبشروكوا. يعني عندنا كفاية تغريد، ربنا كرمها، ربنا يكرمها يا رب ويقومها بالسلامة. بس ربنا كرمها كرم كبير وعوضها وفرح قلبها بعد المعاناة الكبيرة اللي مر. غير كده في ناس كتير قوي بالاسم يعني. فهنبدأ مع بعض هذه الرحلة. فالسؤال ليه بتشتاق لوجعك؟ ليه احيانا بتشتاق لوجعك؟ هو ده عنوان لايفك النهارده، لان مهم جدا نعرف حاجات كتير، انه رغم وجع ورغم الالم ورغم الخذلان برضه احيانا بتشتاق لهذه الذكريات. ليه؟ السؤال هو ده السؤال اللي انا بساله لك. هل التعلق ده انت فاكره ان هو مثلا حب مثلا؟ فاكر انه حب؟ ولا التعلق ده ممكن يكون احتياج؟ انت لازم بقى تعي معايا شويه حاجات. الوعي هيساعدك للشفاء. خلاص، فانا عايزك تمشي معايا واحدة واحدة. خلاص، واحدة واحدة تمشي معايا. يلا يا جماعة نبدأ هذه الرحلة الجميلة. فهل زي ما بقول لك التعلق ده هل حب ولا احتياج؟ اللي انت فاكره ده هل انت مشتاق للشخص نفسه ولا مشتاق للإحساس اللي كان بيديهولك؟ عشان تفرق كتير. تعود، بالظبط، اتعودت على حاجة، وادمان بمعنى الكلمة بالظبط. فانت اتعودت على احاسيس معينة. هل هو يعني كل واحد يشارك يا جماعة، مش تفرق معاك كتير الوعي اللي هيتكتب والناس تستفيد من بعضها، لان احنا بنتبادل خبرات مع بعض. هل انت او انتي كنت مشتاق للشخص نفسه ولا الاحاسيس اللي كانت موجودة؟ في الاول كل حاجة صعبة، تقبل انك اتأذيت وبعد كده تعافى. بص بيقول بالدعم ازاي، طول عمرها الدعم الرحلة الاولى ان شاء الله. فصدقوني هو الدنيا صدقني يعني معروف ان شاء الله. معروف ان وبصوا هنعمل جستات كمان، خلي بالكم هنعمل جستات. لو حد عايز يطلع جست هنطلعه، بس مش هنطلع اي حد، احنا هنطلع الناس اللي معانا المستعد، عشان بعرفهم بالاسم. لازم تبقى معانا وعارف ان انت بتخش معانا عشان هتطلع جست. الناس اللي بتدخل معانا هنعمل نظام للجستات. الجست ان انت تطلع تتكلم عن تشارك، لعل الناس تلاقي نهاية لوجعها في كلامك، او تلاقي نفسها وتشارك انت. كل ده ليه فهنبدأ في موضوع الجستات ان شاء الله الفترة الجاية. اللي عايز يدخل معانا جست بإذن الله، اللي يقدر ان هو يخش ويتكلم عن موضوع وحابب ان هو يسأل سؤال او ايا كان، الناس كلها تستفيد وهنتبادل خبرات والناس ترد على بعض، وهيبقى في وضع جديد ان شاء الله الفترة الجاية. هسه محتاجين الناس المستعدة هي اللي تخش معانا. فكل واحد يقول لي اسمه من انهي بلد، مستعد معايا رحلة التعافي ونسبة تعافي كام، عشان انا بعرفك بالاسم. مش هنسيبك الا لما تقوم ان شاء الله بفضل الله، مش شطاره مننا خالص.
فاول حاجه التعلق، زي ما قلت لك انت مش مشتاق للشخص، هل انت مشتاق للشخص ولا مشتاق للاحساس اللي كنت حاسه؟ لازم الوعي ده معايا الاول. كل واحد يجاوب، كل واحد هتتعود على حاجة تانية، بس بيقولك هتتعود وعلى الوقت هتتعود على حاجة تانية. طبعا بيقول الدعم. نقطة من ليبيا، نقطة من ليبيا، أهلا بيك يا نقطة من ليبيا. من الجزائر منا وتابع فيديوهاتك. طبعا اخواتنا في ليبيا والجزائر وكل البلاد العربية بيتابعونا. أنا سعيد بوجودكم وسعيد بكل الناس الجميلة، وإن شاء الله هيبقى لنا مواعيد الفترة الجاية هنحددها بحيث إن كل الناس تبقى عارفة ميعاد اللايف إن شاء الله من بدري. امين يا رب. فاول حاجه زي ما قلنا لازم تعي. هل انت احلى اغاني بسمعها من الجزائر؟ عندي سؤال، اتفضل. الناس تزعل بسرعة، تأثر بكلام، كل كلمة تحبطها. بالظبط، ماشي. هنقول لك تعملي ايه الفترة الجاية. مهم جدا الاول شوية كده وعي هنعرفه مع بعض. هتعرفي حاجات هتخليكي ان انتي تقدري ان انتي تقاومي هذا الزعل. تعرفي بس ايه ده بيجي من عدم الوعي بحاجات كتير. فاحنا هنتكلم مع بعض الفترة الجاية. عندك صديق كده ان شاء الله نقول لك تعملي ايه بالظبط، لان طبعا الحاجات دي كلها بتاخد وقت ومحتاجة كلام كتير. فخلينا نركز النهاردة في موضوع النهاردة، وانا هعمل لك ان شاء الله فيديو بخصوص الموضوع ده ولايف ان شاء الله. هنتكلم النهاردة بس في موضوع التعافي. تمام، كويس كويس ان عندك وعي. طبعا دي بداية حلوة. فاحنا هنتكلم النهاردة في موضوع التعافي مهم جدا. موضوع التعافي ان انا ليه لسه مشتاق للي وجعني والكلام ده. هل انت مشتاق للشخص نفسه ولا الذكريات نفسها؟ ادي حاجة. تاني حاجة لازم تفكر الاسئلة اللي بسألها من فضلكوا جاوبوا. لو انت مش عايز تجاوب هنا براحتك، جاوب لوحدك، لان ده اول طريق ان انت تبدأ. اول طريق ان انت تبدأ في رحلة التعافي معانا. منا تعافيتي الحمد لله، برافو. خليكي بقى دعامي معانا الناس وقولي لنا ايه اكتر حاجة واجهتك وانت بتتعافي. عرفتي ازاي تتعافي؟ ايه الحاجة اللي خلتك اكتر حاجة انك تتعافي بسرعة، عشان الناس تستفيد برضه. ماشي. فانا عايز اقول خلي بالك. فالحاجات اللي انا بقولها دي مهمة جدا، اكتبها من فضلك وجاوب عليها. عايز تجاوب دلوقتي فهترتاح بدري، يعني هتعرف تجاوب بسرعة وتعبر عن مشاعرك. في ناس ما تحبش تعبر قدام الشاشات، اكتب في ورقة. خلاص، اكتب من فضلك. السؤال الاول، هل انت متعلق بالشخص نفسه ولا متعلق لسه بالذكريات او الاحساس اللي كان بيديهولك؟ عشان تفرق كتير قوي. فضلك اكتب ده، انا محتاجك تكتب لو انت عايز تبدا رحله التعافي. بعد ما تصلي على النبي وتتوكل على الله وتقول فوضت امري لله ان الله بصير بالعباد، حسبنا الله سيأتون الله من فضل بإذن الله، وتوكلنا على الله. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الإحساس أكتر. برافو عليك يا نقطة. دي واحدة مستعدة إن شاء الله ناخدها معانا في رحلة التعافي. زي ما قلت لك كل الناس المستعدة أنا بعرفها بالاسم. فتوكلنا على الله. فدي حاجة من الحاجات. خلاص، يبقى ده السؤال اللي احنا هنتكلم عليه بإذن الله. آمين يا سمر، والسمر بالدعم كل زي ما شاء الله عليك يا سمر، ربنا يكرمك. إسراء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا إسراء، أهلا بيكي. سعيد بوجودكم كلكم، الناس الجميلة المحترمة. خلي بالكم في فيديوهات جميلة ياريت تشوفوها يا جماعة، لأن الفيديوهات فعلا هتفرق معاك. بنزل لك فيديو يومي هيفرق معاك كتير زي ما ناس تعرفت كتير أوي. فتاني حاجة بقى، تاني سؤال، خلاص الناس اللي عايز يجاوب بقى يكتبوا عشان وقت اللايف. اللي مش عايز يجاوب يكتبها بره. خلاص، تعرفت لاني اكتشفت انه كان عندي قناعات خاطئة. برافو عليك. ازاي افرق ببساطة انه تعلق بالشخص او الاحساس؟ الله عليك. شوف سيمو بقى كده بدأت تشغل مخها. قولي من انهي بلد يا سيمو؟ وبدأت ان هي تشتغل معانا. فواضح ان هي واحدة مستعدة بتسأل. كل ما هتسأل عايز توضح العقل بيحميك وعايز تحمي نفسك. خلي بالك، وعايز تتعافى بسرعة وتفوق. مهم جدا الأسئلة، ومهم انك تجاوب، ومهم انك تجاوب. اهلا بيك. وبأهل اسكندرية أليكس جميلة طبعا، وبتبقى اجمل في الشتاء شوية. دلوقتي الجو بتاعي بدأ يحرر عندكم شوية ولا يا سيمو؟ يا ريت تقول لنا الجو عامل ازاي، عشان لو كده ان شاء الله هنيجي نزور اسكندرية قريب بإذن الله. فعايزين نتكلم مع بعض.
في تاني حاجة بقى مهمة جدا. آه، العقل، خلي بالك، العقل بيحن دايما، بيحن دايما للحاجة الحلوة. صدقني، الحاجة الحلوة بيحن لها، يعني ممكن ينسى الوجع في بعض الأوقات عشان عايز يحس بحاجة حلوة بقى، ما هو تعبان، عايز يفوق نفسه، فبيدور على الحلو بقى اللي في الموضوع، مع انه كان موضوع يعني استغفر الله العظيم، يعني كان علاقات خلصت ومؤذية وانتهت يعني استغفر الله العظيم. انا كان نفسي التقي معاكم في شم النسيم، يعني شم النسيم اللي فات انا اتكلمت معاكم وعملت حلقة مخصوص، والله لايف مخصوص، كان في منتهى القوة. عايز اقول لكم الناس تعافت في نفس اللايف، يعني بعض الناس يعني، لان اللايف كان قوي بطريقة غريبة جدا. ليه بقى؟ كنا بنتكلم على ايه؟ والله لن انساه، والناس قد ايه كانت طالعة مبسوطة منه. كان بمناسبة الرنجة والفسيخ، ان احنا بنقول ان الرنجة طبعا جميلة، يعني انا بحب الرنجة، لكن الفسيخ الصراحة ماليش فيه. معرفش بقى البلاد العربية عندكم الكلام ده ولا لا، يا ريت تشاركوا معانا يعني. فالمهم، فكنا بنتكلم، بنقول ان والله العلاقات المؤذية المنتهية، بنتكلم عن المنتهية الخلصانة، كانت انت كنت بتفتكر فيها حاجات، فانت بتفتكر الحلو، مع ان بقى الوحش كان ايه. قلنا ساعتها العلاقة، يا ريت الناس اللي كانت معانا من الرحلة الأولى تفتكر. قلنا بمناسبة شم النسيم العلاقة، يعني الفسيخ تلاقيه من على بعد متقدرش تشم ريحته، ريحته صعبة أوي، ريحته صعبة. معرفش مين، ان حد بيقدر ياكل فسيخ يقول لنا مين اللي بيقدر ياكل فسيخ معانا يا جماعة، او تعرف الفسيخ، لو حد يعرف الفسيخ كده يقول لنا. اتفضلوا شاي معانا يا جماعة. فاحنا تعبانين شوية بس، فايه تحملونا بقى النهاردة، والله انا بحاول ان انا ابقى معاكم دايما. سمر بتحب الفسيخ، ماشي يا سمر. مين تاني بيحب الفسيخ؟ جميل الفسيخ ما شاء الله. ريحته من على بعد ده، بس انا بص، انا بحس ان في حاجه غريبه جدا ماشي، فعشان كده بس انسى. تخيل هو فسيخ انا قربت اتخرج ومش عارف اعمل ايه بقى. هقول لك يا جو، اهلا بيك وانت منور، منور عندنا يا جو، ربنا يكرمك كده وتخرج على خير ويوفقك. فبنتكلم ان الفسيخ ده بقى ايه العلاقه المؤذيه. العلاقة المؤذية للأسف انت شايف الحلو اللي فيها، اللي هو بقى جو الرنجة والبتاع، لكن تيجي تغسل ايدك بعد ما تاكل الفسيخ والرنجة، هتيجي تغسل ايدك كده مش هتطلع الريحة، الريحة مبتطلعش بسهولة، صح؟ فهي كده العلاقة المؤذية مش هتطلع منك بسهولة يا حبيبي، دي ده صعبة، مش هتطلع منك بسهولة، مش هتطلع منك بسهولة، صدقيني، صدقوني مش هتطلع منكم بسهولة. فتيجي تغسل ايدك، ريحة الفسيخ في ايدك مش هتطلع، عشان كانت مؤذية قوي. فكنا بنقول بقى في شم النسيم اللي فات، بنقول العلاقة للأسف العلاقة طلعت فسيخ، يعني في علاقة طلعت فسيخ، الريحة صعبة، العلاقة المؤذية دي طلعت فسيخ. كانت الأذية والحاجات الصعبة قوي اللي شفتوها في حياتكم ما شفتوها قبل كده، العلاقة المؤذية طلعت ايه؟ فسيخ. فكنا بنقولها في شم النسيم، فناس كتير قوي كان الموضوع مهم جدا، والله العظيم خدناها كده حاجة لذيذة، وفي نفس الوقت كان انبسطنا فيها وناس كتير استفادت. فمهم جدا، كويس لقينا لايف. اهلا يا عمرو، ازيك ومنور. فاهلا بيكم، وناس جميلة تستحق كل تقدير، وكل الناس الجميلة اللي بتدعمنا اهلا بيكم في رحلة تعافي حقيقية، كلها فرحة وسعادة وامل، وناس جميلة وتستحق كل تقدير. يلا بينا نبدأ رحلة حقيقية كلها فرحة وسعادة وامل. اميرة يوسفي، معرفش مين اميرة، انت اميرة يوسفي، آه. يوسف ولا يوسفي مش فاهم. عمرو خان، ماشي، اهلا يا اميرة، يا تقولي من انهي بلد. فاحنا اتفقنا خلاص، فانا بكلمك في كده دلوقتي. السؤال التاني، العقل دايما زي ما بقولك بيحن للحلو وبينسى الوجع والألم والتعب. ليه؟ لانه عايز يدافع عن نفسه، تعبان ومأذي، فعشان كده مشتاق لسه للي فات. فاحيانا تمام تمام، اهلا بيك يا اميرة وسعيد بوجودك النهاردة. فاحيانا دماغك بتشتغل ايه؟ على الذكريات الحلوة، خلي بالك تدافع عنك، فترجع تشتاق، مع ان ده مش وضع طبيعي. عشان بس الناس اللي بتستغرب وتقول لي ليه بشتاق لهم، ليه بشتاق للي وجعني، اللي ألمني، للي تعبني، ليه بشتاق ليه؟ فبنقول لك بتشتاق احيانا رقم واحد ليه؟ عشان خاطر ايه؟
عشان خاطر ان انت بتشتاق للاحساس اللي كان بيديهولك. مش لازم تجاوب نفسك على الاسئله دي يا جماعه. هل بتشتاق للشخص نفسه اللي اذاك ده اللي هو بقى باين على حقيقته، ولا بتشتاق للاحساس اللي كان بيديهولك؟ تفرق كتير أوي. فمن فضلك جاوب على هذا السؤال، مهم جدا في رحله التعافي. تاني حاجة، العقل زي ما بقولك بيحن. عشان ما تستغربش لما تشتاق. ليه بنشتاق؟ ليه لسه مشتاقين للي وجعنا؟ ليه قلبنا مش قادر ينسى؟ لأن العقل دايما بيفرق، زي ما بقولك بيحب الحاجة الحلوة، يفتكر الحاجة الحلوة، الذكرى الحلوة، ويفكر الوحشة. بس الحلوة أحيانا ما ينسى الوجع شوية ويفتكرها عشان يدافع عن نفسه ويحاول يفوق. فده بيخليه يشتاق. هو مبيبقاش مشتاق، لكنه هو زي ما بقولك كده. الفراغ بقى مهم جدا. اخر حاجه، استاذ انا مش منيحه ابدا. اهلا بيك يا دينا، قولي بس من انهي بلد وتعالي وان شاء الله هتبقي منيحه. هتبقي منيحه، ده كفايه منيحه دي. هتبقي منيحه. تعالي وان شاء الله معانا ناس اصيله، ناس محترمه، ناس كلها اخلاق، رحله حقيقيه تعافي روح لروحك والروح كل الناس الجميله. هتلاقي ناس اصيله هنا. هتلاقي تتعافي معانا في وسطينا. تعالي ان شاء الله تتعافي في وسطينا في رحله تعافي الروح. بس لازم تبقي مستعده، تقولي اسمك من انهي بلد ومستعده معانا رحله تعافي. واضح استعدادك طبعا ان انت بتدعمي اللايف. فمهم جدا ان انت تبقي معانا في هذه الرحله. طبعا انا سعيد بوجودك جدا. بس انا عاوز اتكلم. اتفضلي يا شهرزاد. ما انت بتتكلمي اهو. ما انت بتتكلمي يا شهرزاد. طب ليه الواحد متمسك بحد رافضه؟ ما انا هو بتكلم يا دينا اهو. يا دينا انت سمعت اللايف من اوله ولا لا؟ ورغم انه مؤذي ما كانش فيه حاجه حلوه بينا زي قصه حب. انا قلت لك اول حاجه، ساعات الواحد، ما هو عنوان اللايف النهارده كده، ليه بنشتاق للي وجعنا؟ ليه بنشتاق لناس اذتنا زي ما انت بتقولي كان مؤذي؟ ليه ما كانش فيه حاجه حلوه؟ ليه؟ لان احيانا انت بتشتاق للشخص، مش للشخص، بتشتاق للحاجه اللي انت كان نفسك تحسها وما حسيتهاش. خلونا نعترف انتوا ما حسيتوهاش. تاني حاجه، ان العقل ساعات بيحن لاي ذكرى ولو صغننه قد كده اهو. حتى لو ذكرى انت كنت خلقاها، كنت حابه المنظر، حابه الحب، حابه الاحساس، فاهم؟ ممكن العقل نفسه يميل لهذه او ايا كانت الذكرى ويسيب كل الوجع والالم والاذيه اللي كان بيديها لك. ادي حاجه. تاني حاجه اللي مهم جدا، مين دينا من الجزائر؟ انا يا دينا بعرفك، كنت بعلق ساعات. اهلا بيكي. وطبعا بشوف تعليقاتك. اهلا بيكي. كل الناس طبعا الجميله انا بشوف تعليقاتها، والناس اخلاق وروحها طيبه في كل بلاد العالم بيتابعونا والحمد لله ربنا. وتعافوا ناس معانا كتير. عندي سؤال، انا في رحله دعاء. نعم رحله دعاء. انا في رحله دعاء. ماشي يا رب، يعني ماشي. ويقيني بالله عالي كويس اوي. يجيني لحظات ضعف وبكاء طبيعي. ده طبيعي ولا لا؟ تمام يا رب. هجاوبك يا رب. هجاوبك يا رب. خلاص. فاحنا الناس اللي انت يعني مثلا واحده زي يارا بتقول لك انا ببكي، ومع ان انا بص يقيني في الله كبير، بس احيانا بيجي لها ان بص يا يارا، رحله التعافي تعافي روحك، لان الخذلان بيدمر في الروح. فهي شوية هتتعب، شوية تحديات، شوية انتكاسات، شوية تطلع لقدام. كل خطوة بتعديها وكل معاناة بتقابلها ده بيقدمك خطوة نحو تعافيك، وانك تبدأ حياة جديدة، وانك تكتب بإيدك خطوات جديدة لحياتك الجديدة. رحلة التعافي مش ان انا اتعافى، مش ده المتعة اللي فيها. المتعة ان انا اقاوم، ومش ان انا اوصل في الاخر. لا صدقني، كل خطوة بتتقدم فيها هتحس بفرق كبير في حياتك. امشي معانا واحدة واحدة. توكل على الله وانت تستحق ده. فزي ما قلت لك، ساعات العقل بيحن للحلو وبينسى الوجع عشان يقدر يحمي نفسه ويحميك. تالت حاجة، الفراغ. لازم الحاجات دي تفهمها وتعيها وتكتب اجاباتها من فضلك. عايز تكتب هنا اكتب. حاليا عايشة مرحلة خذلان، بحس انه بس في الكون عم اتألم ومشكلتي كبيرة. طيب ما تقلقيش يا دينا، ان شاء الله الخذلان بيدمر في الروح زي ما قلت لكم. قلنا لكم معنى الخذلان، وان شاء الله هنقول لكم تاني. يعني معنى الخذلان ببساطة، يعني حابب الناس، يعني انت ايه رأيك في الخذلان؟ ما معنى الخذلان بالنسبة لك بعد تجربتك؟ قولها لي في كام كلمة. اللي يقدر يقولها لي في جملة واحدة، ده النشاط اللي عايز اعمله معاكم. ما هو الخذلان في جملة واحدة. الخذلان اللي حصل لك من واقع تجربتك، من واقع حياتك، ايه هو الخذلان؟ يلا يا جماعة، كل واحد يقول لي من واقع تجربته كلمتين كده عن الخذلان. بس خذلان هو خيب الظن. بس قالتها في كلمتين. نقطة قالتها في كلمتين، خيب الظن. تمام. رفع سقف التوقعات، بعدين ناكل الهوا. ناكل الهوا دي بلغة انت منين يا دينا؟ يعني ان انت ترفع سقف. حلو اوي، حلو اوي رفع سقف التوقعات ده. هقول لك ليه يا دينا.
معانا ظن يخيب. اه يخيب الظن، ما هي نفس الفكرة، ان انت بيبقى عندك ظن فيهم وبترفع سقف توقعاتك بنفس المعنى. برافو عليك، وانتوا الاتنين مظبوط. هقولك ليه برضه. نقد العهد دي طبعا حد طبعا ايه اتأذى، يعني كان يعني كانت فاكرة ان الدنيا يعني هيكملوا مع بعض، والدنيا والاحلام اللي حلموهم مع بعض وعهود طبعا كلام موضح نفسه. خلاص قد إيه انتي مريتي بفترة صعبة يا نادية يا نادية. بس هل تقولي اسمك من انهي بلد ومستعدة معايا رحلة تعافي؟ خذلان او صلي على النبي. صلي على النبي دايما بداية رحلة تعافي معانا الصلاة على النبي يا جماعة، واستغفار ولا اله الا الله عشان اعرف انك مستعد. خذلان واقع سقف التوقعات فوق دماغي. دي بص، دي هدت البيت بقى، سيمو هدت البيت خالص، وقعت السقف التوقعات خالص. طبعا هي بتتكلم صح ان هو بيتهد فعلا على دماغك، ولكن انت ان شاء الله طالع ناجي. هو ما تهدش على دماغك لانه تهد وانت مش موجود، لان انت طالع ناجي، مش طالع ان انت متدمر. لا ما تقلقش، صدقني طالع ناجي، لان كان في ناس فضلت واقفة على بيبان بالسنين وضاعت وانتهت وطالعة عيانة ومريضة ومتدمرة. فانت الحمد لله ربنا نجاك. في ناس طالعة عيانة بالضغط والغدة والتعب، بس الحمد لله ربنا يكرمهم برضو هيفوقوا ويقوموا. لكنك انت خلاص الباب اتقفل، ما تقدرش واقف عليه كتير عشان ما تتعب. تظن بشخص خير ومحبة وتكشف العكس. صحيح صحيح. ما عندي ثقة بأي شخص إلا ولادي. ما ده برضو أميرة برضو مغزولة جامد عندها، يعني اتخذلت بشدة. فطبعا ايه ولادها ربنا يخليهم لك، فانت بتعمري في الأرض بتربي ذرية صالحة، ربنا هيكرمك كرم كبير. وده هدف في حد ذاته كبير، خلي بالك بتعمل حاجة كبيرة قوي. ربي يحفظكم جميعا امين يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد. الخذلان يا جماعة صح، برافو عليك يا دكتور. لا يا أميرة لا، إن شاء الله أنت زي الفل وهتفوقي. لا في ناس كتير تعبانة ومعاكي ناس هنا برضو، كل واحد بيفتكر اللي قدامه. يعني زي انتوا شفتوا الصيني اللي هو جاب الناس، قال لهم كل واحد يكتب مصيبته في ورقة، وكتب وكل واحد كتب مصيبته ومشكلته. وبعد كده لخبطوا الورق، وكل واحد خد بقى ورقة. قال لهم خدوا بقى ورقة، كل واحد ياخد ورقة كده بالواية، يعني يطلع ورقة كده من غير قرعة كده يعني. فراح واخد ورقة زميله بقى، الناس اللي كانت معاه، طلع بقى كل واحد قال لا أنا عايز ورقتي. فلا ده اللي يشوف فعلا زي ما كانوا بيقولوا المثل، اللي يشوف مصايب الناس يهون عليه بلوته. كنت فاكر انا لوحدي؟ ده لسه احنا مش قايلين الميعاد ده. شوفي الفيديوهات بتاعتنا والتعليقات والرسايل الناس كتير تعبانه قوي. لا يا نادية هتشوفي كتير. فده تالت حاجه. انا عايز اقول لك الخذلان يعني ايه بمنتهى البساطه، زي ما انتوا قلتوا كده ما شاء الله كلكم ايه يعني مغزولين صح، يعني زي ما الكتاب ما قال يعني. فالخذلان واضح عليكم، وناس بقول لكم اللي معانا هنا ناس تعبت وعانت في حياتها جدا، وناس اصيله ومحترم. فالخذلان الحقيقي انك لما تقع في شده ما تلاقيش حد جنبك، او ما تلاقيش متكئ تستند عليه، وما تلاقيش حد يقف جنبك. صح، برافو عليك يا جو. الفكره ان الخذلان بمنتهى البساطه ان زي ما قلتوا كده سقف التوقعات عالي. انت عندك شايف فتى احلامك، فشفتي فتاة احلام. انت عندك فتى احلام، عندك فتى احلام واللي عندهم شويه صفات معينه، فانت حاططها في دماغك. فتلاقي حد مثلا فيه صفة واحدة بس، صفة واحدة، صفة. انت ما شاء الله عليك يعني صفة من كتر من كل الصفات اللي في دماغك، صفة واحدة تقول هو ده. فأول ما تقول هو ده، فتبدأ تركب بقى ده على الصفات اللي موجودة في دماغك. خلاص انت خليته ده، وانت خليته اجباري هو اللي في دماغك خلاص. مش انت بس عشان اصيل ونضيف يعني. فبتستحسن الظن وتحطه في دماغك ان هو كويس، ان هو ده اللي انت عايزه يعني. فتبدأ تحط توقعات وأحلام وتحط بقى المزايا اللي انت كنت شايفها طول عمرك. اه حصل. نادية ايه رأيك يا نادية؟ غير ما تقولي. فايه فتيجي بقى في دماغك، حطيت انت الصفات بتاع كل واحد. هيخليك يا نقطة ربنا يبارك فيك. تحط الصفات في كل واحد في دماغك، فهو ده بقى انا مش هسيبه بقى، ده هو ده. وتحس ان هو بقى كل حاجة، وسقف التوقعات يزيد يزيد يزيد، وفجأة تلاقي الصفة الأولى وقعت. ايه ده فين الصفة اللي أنا كنت شايفها؟ مش موجودة. الصفة التانية راحت في أي موقف بانت. فايه فالصفة التانية بانت، الصفة التالتة بانت. تبدأ بقى ايه واحدة واحدة تتخزل ويحصل مواقف، تبدأ تدافع برضه. لا انت مش بس متعلمش. انا بشكرك بجد على ردك عليا في الانبوكس. الحمد لله انا لحقت اللايف. اهلا بك يا آية.
طبعا يعني اتحلحقتيه بس فاتك شويه، بس مش مشكله، كملي معانا بقى. وسعيد بوجودك انت وكل الناس الاصيله معانا، ناس ابناء اصول بنات اصول. هدفنا الوحيد عشان الناس كلها تعرف ان احنا لينا هدف عام، ان احنا نوصل لاكبر قدر ممكن من الناس الجميله المحترمه في كل مكان، وهدف خاص ان احنا نقف على رجلنا ونبدا من جديد. اتفقنا؟ يلا بينا نبدا هذه الرحله. احنا بنعمل لك كل حاجه وبنشغل لك موسيقى هنا عمر خيرت، وبنتكلم معاك بمنتهى الاحترام والاخلاق، وعايزين نبقى واحنا بنتكلم ليه بتحس ان انت في رحله مش لوحدك، فبتحس ان في امل كبير للتعافي. عايزك بس انت تفوق بقى وتكون مستعد، يعني انا برضو انت هتقوم، انت هتمشي مع نفسك وانا معاك. اتفقنا؟ ف وتشرب حاجه بتحبها يعني كده وتفوق نفسك كده. عارفين بقى، يلا في رحلة التعافي عشان قررت اتعافى بجد. برافو يا آية. طبعا آية لو شفتوها كانت متضايقة ازاي، ربنا هيكرمها وهتفوق ان شاء الله. دكتور ابدأي معانا هذه الرحلة، وان شاء الله مش في لايفات بس، والفيديوهات مهمة جدا يا آية، واليوتيوب واللي هيفوتوا لايف ان شاء الله يلاقيه على اليوتيوب بإذن الله، غير التعليم اللي احنا هنحطه بإذن الله. اه بالظبط بالظبط يا أميرة، ارتشي في فنجانا من التفاؤل ونمضي. برافو عليك، يعني كلام في منتهى القوة. لايفاتك ما تعرف وقتها بالتحديد عشان لا يفوتنا. هقول لك اللي بصي، هو الخميس طبعا هيبقى لنا لايف اساسي باذن الله، هيبقى الساعه 11، وهعلن قبليها الصبح. غير كده هنزود لايفات خلال الاسبوع. غير كده الفيديوهات مهمه جدا اليوميه، انا ببعتها لك رسائل بتبقى من عند الله سبحان الله، زي ما حلقات الروح تعافي الروح، شوفوها من فضلكم على اليوتيوب، ناس كتير تعافت بسببها. كانت في رمضان 29 حلقه، كل حلقة 3 دقايق أو 4 دقايق. هتشوف كل يوم حلقة ولا حلقتين ولا زي ما انت عايز. ده أول خطوة في رحلة التعافي، مع فيديو تخلي تحل تجلي هنزلهولك على الستوري النهاردة. تخش على اليوتيوب من فضلك اتفرج على تعافي الروح مصطفى بوشناق، هتكتب كده. اتفقنا؟ حلو. خميس حلو عشان شغلنا صح، جمعة اجازة وتروقوا كده وتعيشوا حياتكم، وبعد كل لايف تعملوا حاجة حلوة بتحبوها، ونبدأ مع بعض هذه الرحلة الجميلة. فالخذلان نكمله بس عشان ما ننساش. انا هقول لك يا جو، هقول لك ربنا يوفقك ان شاء الله. انت لسه اتخرجت، طب اتخرج وهنقول لك كل حاجه. يا جو اتخرج، اتخرج وربنا هيكرمك وهتبقى كويس، وربنا يفتحها عليك كده وتلاقي كده حاجه جميله تتوفق فيها. اتخرج الاول كده وركز، وركز واحنا معاك، وهنقول لك تعمل ايه. بس قول لنا تعبان من ايه. بس عندي 4 اشهر يا استاذ وانا ببكي وبصلي، حسيت بظلم شق قلبي. طب انت تابع معانا ريحه التعافي، صلي على النبي. طيب صلي على النبي يا دين، صلي على النبي. بنقول لك ناس تعبت كتير، فوقي بقى. صلي على النبي، انا مش عايز غير تصلي على النبي وتستعدي ممكن، بس ما تعمليش زي اللي دخلت قبل كده وقالت لي ايه بيخشوا انت بس ببكي وبصل. انا مقدر، بس في ناس بقى بتخش تقول مفيش فايده، يعني لازم يبقى في شويه كلام ايجابي بس الفتره الجايه مع بعض. ماشي، صلوا على النبي كده، قول الحمد لله رب العالمين، انا لله وانا اليه راجعون، ما جني في مصيبتي هذه واخلفني خيرا منها، ونتوكل على الله. بس بص بص، في ناس يعني ايه بيجي لها الوجع مرتين. القلق من المستقبل ده قصة كبيرة جدا، بيجي لها الوجع مرتين، يعني ما بيستناش ان البلاء ينزل او الحاجة الصعبة تجيله او حاجة مثلا قلقان منها، لا. برافو عليك يا سمر، برافو عليك يا دينا، برافو عليك يا الناس اللي بتدعم بعضها، ده انا سعيد بيهم جدا. ممنون عن ربنا يوفقك. عمر اهلا بيك وسعيد بوجودك والله معايا، لان انتم مش موجودين كتير، ناس اصيله وكل اللي بيتابعني او ناس اصيله، فانا بسعيد بيكم اكتر ما انتم سعاد. لما باجي اعمل معاكم لايف او ابعت لكم فيديو والله ببقى عامله لوجه الله، ببقى سعيد بوجودكم لان بلاقوش كتير، فبسعيد بناس اصيله محترمه عملنا لهم كوكب صغير للناس الجميله اللي تستاهل كل خير. فاهلا بيك يا عمر، من ابناء الاصول وناس بنات اصول معانا ناس جميله كلها، ناس تعبت في حياتها وعانت. فالخذلان ببساطه زي ما قلت لك ان انت رفعت سقف التوقعات، عندك شويه مميزات لفتاه احلامك ومميزات لفتى احلامك، وبتلاقي حد كويس في صفه واحده مثلا، ده لقيته راجل مع اهله جدع مش عارف مع مين، عمل موقف جدعانه خلاص هو ده، وتروح مرستقه هنا، ولا هي مش عارف حنينه ولا فيها ايه، تروح مرستقه هنا كده وعامل المميزات كلها مركبها عليه من جمالك. خلي بالك كل ده ربنا يجعله في ميزان حسنات. الحمد لله. بص يا آية، ناس كتير تعافت وفاقت، فانا سعيد بكده. تخيل انت لما لازم يبقى عندك هذا الهدف انت كمان، هدف عام ان احنا نوصل لاكبر قدر ممكن من الناس الجميله ما دام بيفوقوا وبيتعافوا خلاص. وهدف خاص ان كل واحد يقف على رجله، فاهم؟ فمهم جدا ان احنا نبقى مع بعض. فخذلان زي ما بقول لك كده، فخلاص انت كده ايه، فجأة تلاقي الصفات دي مبقتش موجودة وانت ركبتها عليه وهي مش موجودة اصلا، وشكرا وتقع.
وواحدة واحدة تقع الصفات دي. طبعا مش موجودة اصلا، انت اللي مركبها على ايه، على الشخص اللي جه وبتقول عليه تمام. ماشي. فبعد كده فجأة الصفات دي بتتساقط، تبدأ انت تدافع. الناس تقول لك بص بيعمل ازاي، تقول لا لا هو مش قصده اصلا، هو تعبان شويه ومتضايق شويه، انا اللي كنت بضايقه. تقعد تعمل شويه حركات من جمالك واخلاقك واصلك مش طبيعيه. والله كلامك بالفيديو ابكاني، ربي الله يخليك يا عمر، والله ده انا سعيد، ده انت دموعك غاليه جدا. بس البكاء ده مختلف، والله البكاء ده جميل، تعبير عن مشاعر هيريح قلبك ان شاء الله، يعوضك بالخير. انهي فيديو بالظبط ريت تقول؟ تضحي، بالظبط، تبدأ تضحي بقى وتدافع وتقول لأ مش هو ده، ملوش، ده غلبان، ده طيب، وتقعد يعني من أصلك وأخلاقك العالية، وانت عمال تتخذل لحد ما يجي عليك وقت خلاص انت اتدمرت، روحك بتتدمر، الأقنعة بتتساقط تماما، الشخص اللي قدامك ولو كأنك التعويذة اتفكت، التعويذة اتفكت، فبتلاقي التعويذة اتفكت، فاهم؟ زي ما يكون كان عندك تعويذة كده واتفكت فجأة، والشخص واضح على حقيقته، الشخص اللي ظلمك خذلك تعبك ده ودمرك، دمر روحك، وقد خلصت وانت. انا ممكن تلاقي كل حاجة، بس انا مبحبش اتكلم عن نفسي. لا، تعافي الروح، ايوه تعافي الروح، ريحة تعافي الروح. اه، ما اني فيهم، ما رحلة كبيرة، خلي بالك يا عمر، انا عامل فيديوهات كتير قوي. شفت فيديوهات اللي هي في رمضان، اللي هو حلقات تعافي الروح ال29 حلقة، هي موجودة على اليوتيوب. فالتعويذة بتتفك، اللي هو مش سحر بمعنى السحر، لا تعويذة، اللي هو كأنك كنت شايف، كنت معمي، كنت معمي حرفيا يعني. فبتبدأ تبان على حياتها واحدة واحدة، فهو ده الخذلان. وفجأة فجأة تلاقي نفسك طالع من العلاقة، مفيش حاجة كانت صح. شفت انت زمان اللعبة اللي كنا بنلعبها اللي بتنفخ فيها دي واحنا صغيرين؟ مين فاكرها يا جماعة؟ اللي كانت صابون وتنفخ فيها. اه، بالحلقة 25 كانت اسمها ايه الحلقة 25 يا عمر؟ يا ريت تقولي. لا، لو حد عايز يخش جست ما عنديش مانع. بالحلقة 25، بس انا بقى بختار المستعدين فقط يا جماعة، الناس اللي بعرف انها مستعد. ازاي نربي، هنبدأ ندخل جستات ان شاء الله الفترة الجاية. فالحلقة 25 قول لي اسمها ايه، فكرني يا عمر، عشان طبعا انا 29 حلقة انا ناسي 25 انهي واحدة فيها. طبعا حلقات تعافي الروح هتفرق معاك كتير، هتخليك واحد تاني ان شاء الله بإذن الله. اتفرجوا عليها، السلسلة اعملها لك في سلسلة منظمة كده على اليوتيوب، شوف. خلاص اكتب تعافي الروح مصطفى بوشناق هتلاقيني طالع لك، هتلاقي زي كده واقف كده. خلاص، فانت زي ما قلت لك، فجأة بتلاقي الحاجة الوحيدة اللي طلعت بيها من العلاقات المؤذية المنتهية دي، الحاجة الحقيقية الوحيدة هو انتوا يا ولاد الأصول يا ناس أصيل، صدقني. انما بتلاقي نفسك ممسكتش حاجة. اللعبة اللي بقولك عليها كنت بتنفخ، الحلقات دي ممتازة ما شاء الله، كانت سبب كبير معايا في التعافي. ربنا يكرمك يا سمر، وانا سعيد ان انت تعافيتي جدا جدا، مبروك عليك. فبتلاقي نفسك عارف انت الصابون، لعبة الصابون ده اللي بتنفخ كده دي، كان معانا الله يمسيها بالخير الكاتبة يمنى في الرحلة الأولى، كانت تقول لك ايه اللي هي بتعمل هوف دي كده، تعمل كده. اللي فاكر مين كان بيلعبها وهو صغير؟ يا ريت تقولولي انا حي، ايوه بالظبط. فكنت تنفخ فيها تطلع صابون، فاكرينها ولا لا؟ ده فقاقيع، مين فاكرها يا جماعة يقول؟ مين فاكر اللعبة دي؟ مين فاكرها احنا صغيرين؟ كانت جميلة، انا سمعت المحاضرات واثرت فينا ايجابي، لذلك حبيت اعرف التخصص اللي يعالج كل مشاكلنا. لا ان شاء الله. بص، انا تخصصي طبعا ايه، ان احنا لايف كوتشنج وارشاد ودعم، بس انا ما بحبش مسميات لاسباب كتير، لان انا فعلا يوم ما بدات هذه اللايفات ورحله التعافي كنت بادئها ان انا عايز اساعدكم حقيقي. لان خلي بالك الدعم النفسي مهم جدا، لكن الدعم النفسي لما يكون فعلا اللي قدامك عايزك تتعافى، لان انتوا سمعتوا كتير وشفتوا كتير. هل ارتحتوا يا جماعه؟ ارتحتوا؟ وناس كتير بتتكلم في الموضوع ده، بس لو في ناس كويسه وناس بتبقى عايز تساعدك فعلا، بس الموضوع بقى بيزنس اكتر. فايه اللي ايه اللي فعلا عايزك تتعافى؟ فانا كنت بكلمك من القلب للقلب، فاهم؟ في تجارب كمان كبيرة، لان من الدعم النفسي لو مفيش تجارب وخبرات هيبقى مفيش، فاهم؟ كلام من القلب وحد حاسس بيك فعلا. يعني ناس كتير الحمد لله رب العالمين بتجيلي، الحمد لله، مش شطاره مني والله، فضل من الله، بيقولوا لي احنا لفينا في كل حته، احنا رحنا لكل الناس، اهو زي ما بيقول لك، اقول لك انا رحت سيرابيست وما ارتحتش، كان بوقت وفلوس، صح ايه؟ ناس كتير جدا جات لي، وعلى فكره كانوا مع ناس مشهوره ومعروفه جدا كمان.
كانوا بيقعدوا معاهم ساعة بالعافية كده. وانت اكيد جربت يا آية. كانوا بيقعد معاكي قد ايه يا آية؟ بعض الناس يعني الا من رحم ربي، بس ناس معروفة ومشهورة وللأسف يعني مش عشان حاجة، هو ما عندوش ان هو ايه، هو بيقولك علم، فاهم؟ بس فين فين هو الموضوع مش علم بس، الموضوع اكبر من كده يا جماعه. هو كانت رحله من عند الله ساعتها، وفضل من الله. يوم ما بدأنا في رمضان وعملنا فيديو كده، كنا صايمين في يوم من ايام ليله القدر، وقلنا اوعى تقف على باب ربنا قفله بعد العلاقات المؤذية المنتهية، لان الباب خلاص اتقفل. ده وصل لملايين الحمد لله، وناس كتير قوي وتعافوا وشافوا، وكانت نقطة فيصلية لناس كتير، لدرجة انها كان بيجيلنا من كل مكان. ساعة فقط، صح والله فيديو ليك واحد شفته صدفة، لقيتني بكمله للآخر واتفرجت على الباقي، صح ايه؟ فالفكرة في ايه مش مجرد علم، الموضوع اكبر، ولا بيزنس، الموضوع اكبر من كده، ان انت فعلا تبقى عايز اللي قدامك يتعافى ويفوق. وخلي بالك احنا برضو للناس اللي عايزه بنعمل سيشن خاص للناس الفرديه، سيشن فردي او جلسات فرديه للي مش مكفيه اللايف والفيديوز، لان في بعض الناس بتبقى واقعه تماما يعني. فالدعم النفسي مهم جدا بجانب العلاج النفسي، لو حد محتاج علاج نفسي ده لوحده بقى، يعني العلاج النفسي والدوائي ده قصه تانية خلاص. ده الناس بقى اللي عندها اضطراب، فاهمني؟ اللي حاسس ان هو عنده اضطراب، يعني لو خلاص يعني دخل في مرحلة صعبة. لكن انتوا كل اللي محتاجينه، بعض الناس اللي معانا او اغلبهم بيبقوا محتاجين ان هم يقفوا على رجلهم بس، وحد يدعمهم ويقف جنبهم بس، لا يحس بيهم فعلا، اديهم من قلبك. ورحلة من عند الله كانت، مش شطارة مننا لكنه فضل من الله سبحانه وتعالى. مش ربنا مش عايزك تفضل بنفس الوضع زي ما قلت لك، عشان كده جاب لك رحلة التعافي، اتفقنا؟ فتالت حاجة بقولها لك، ليه بتشتاق للي وجعك؟ ده عنوان اللايف بتاعنا. ليه لسه ما نسيتش؟ ليه قلبك مش عارف ينسى؟ قلت لك التعلق، زي ما بقول لك، ده التعلق مش حب، التعلق احتياج. انت محتاج لنفس الاحساس ولا متعلق بالشخص نفسه؟ تفرق. بس فانت جاوب على هذا السؤال، انت متعلق بالاحساس اللي كان موجود واللي كان بيديهولك او اللي كان واصل لك، وساعات انت كنت بترسمه انت بنفسك، ولا زي ما بقول لك ان انت متعلق بالشجاعة؟ جاوب على السؤال ده. السؤال التاني اللي قلنا مع بعض، العقل اللي ساعات بيحن، هل كان بيحن فعلا للحلو وينسى عشان عايز يدافع عن نفسه عشان الوجع؟ هو ده اللي بيخليك تشتاق، ان العقل ساعات بيحن للحلو عشان يخليك ان انت تنسى الوجع شوية، بيدافع عنك. فدماغك بتشغل شوية عارف انت السلك الذكريات الحلوة، تجيب سلك الذكريات الحلوة وتفصل سلك الوجع دلوقتي عشان يخليك تشتاق. فانت ترجع تشتاق تاني. تالت حاجة الفراغ بعد العلاقة مهم، هو ده برضو بيخليك تشتاق للي وجعك. ليه؟ لان الشخص مشي خلاص، فانت مش لاقي في حتة فضيت، صح ولا لأ؟ تعود بقى، لسه في مكان موجود، لسه ما هو في موجود جواه فاضي، يعني فضي فجأة. طبعا الموضوع ده بيخليك برضو تشتاق، لسه ما تعودتش على انك تبقى لوحدك، لسه ما تعودتش انك تفوق. انت فاكره وديك آية كويس وبيزيد، ومش بشتاق انا نفسي بس اقول كل الكلام اللي انت قلتي ما فيك كفايه. اكتبي بقى، انا عايزك تكتبي لنفسك بقى برضه، اكتبي وردي على نفسك. مهم جدا الناس اللي معبرتش عن مشاعر، شوفوا فيديوهاتنا هتعبروا عن مشاعركم معانا وهتفوق وهتقوم. صدقني ده اول خطوه في خطوات التعافي، ان انت تعبر عن مشاعرك وتقول انا اتأذيت فعلا. فده جزء منك يعني، مهم ان انت تقول كده، انا اتأذيت، تعبر عن مشاعرك من فضلك. وفي نقطة تانية بتخليك تشتاق برضو، تقول ايه، حاجة اسمها امل التغيير، ان انا والله عندي امل ان الشخص ده يتغير، يمكن يرجع احسن من الاول. تقعد عندك هذا الامل، وده طبعا بيبقى اوقات كتيرة مش حقيقي. اسمعوا الميوزك دي عشان ترتاحوا نفسيا شوية. خلي بالك ايه، لازم تعمل حاجة حلوة بتحبها بعد كل لايف، وصلي على النبي كتير واستغفر، واسمع حاجة بتحبها، اللي اقرا قرآن، اسمع قرآن، صلي ركعتين لله. خلي بالك ركعتين قيام ليلة تريحك يوميا، بيتك هينور من فوق. ربنا ايه يعني، شوف تخيل لو يكرمك بحاجة زي كده فانت تبقى مميز، فربنا يكرمك بركعتين قيام ليلة قبل ما تناموا، وبيتك يبقى منور، الملاك تشوفه منور من فوق. كل البيوت ضلمة وانت قافل عليك الأوضة وضلمة والنور، طب النور جه منين؟ سبحان الله. فانت مميز، فحياتك هتتصلح. كل الناس أجمعت اللي تعافوا إن هما كانوا بيصلوا قيام ليل، صراحة كلهم بعتولي قالوا لي نفس الجملة دي، كانت من الأسباب مع الاستغفار ومع الصلاة. لازم البداية شوية روحانيات صغيرة. اتفرج على تعافي الروح هيفرق معاك. فيديو تحلي تجلي من فضلك هنزله على الستوري، شوفه.
ابقى سعيد قوي. الناس اللي بترجع، اهم حاجه ترجع بعد ما تخف وتفوق، ترجع تقول لي انا تعافيت، عشان ناس كتير تسمعك وتعرف ان في امل كبير للتعافي. مهم جدا حقيقه، لازم تفهمها معايا دلوقتي، مهمه جدا، لازم تفهمها، هتفرق معاك وتعرف ليه انت مشتاق للوجع ده او مشتاق للذكرى القديمه. حقيقه لازم تفهمها. ثانيه واحده يا جماعه، خليكم معايا. الحقيقه اللي لازم تفهمها مهمه جدا. فان انت الشوق اللي عندك ده مش معناه ان الشخص ده ينفعلك، او ان هو ده ان انت ممكن يرجع، او كأيا كان. الاشتغال اللي عندك بالاسباب اللي قلت لك عليها، لان ممكن تشتاق عادي جدا لحد يكسرك، ممكن تحن عادي جدا لحد وجعك، بس مش معناه ان انت هو ده الشخص الحقيقي، لانه ما كانش حقيقي. الناس الحقيقية الوحيدة هو انتوا يا ولاد الاصول. بس انتوا بتدعموا بعض ازاي؟ الله عنك. فانت يعني ممكن تكون فعلا، عشان كده عايزك توضح لك الموضوع ده النهاردة، ممكن تكون بتشتاق لأشخاص وهمية أو حاجة وهمية، لأن مش ده الشخص اللي انت عرفته أصلا. نسخة قديمة، انت بتشتاق لنسخة قديمة مش موجودة، وهمية مش حقيقية. الحقيقي الوحيد هو انتوا الناس الجميلة الأصيلة. فمهم جدا تعرف، مهم جدا تعرف وتقولها لنفسك النهاردة، ان اللي وجعك مش هو اللي هيشفيك، مش هو اللي هيخليك تتعافى. خلصت. مهم جدا. تبدأ تتعافى ازاي؟ ان شاء الله هنقول لك ان شاء الله الفترة الجاية ازاي، بمشيك معانا واحدة واحدة هتبدأ تتعافى. اولهم تكتب النهاردة، تقول هل انا مشتاق ليه ولا للاحساس نفسه اللي كان بيقدمه. اكتب السؤال ده وجاوبه النهاردة. ده اول حاجة في الخطوات ان انت تبقى واعي وتبدأ تتعافى. خلاص. تاني حاجة، املى الفراغ شوية. املى الفراغ، املى الفراغ. خلاص، لازم تملى الفراغ في حاجة جديدة، ناس جديدة، تسمع حاجة جديدة، روتين جديد. اللايف زي ده، تقوم تعمل حاجات بتحبها بعد كل لايف زي ما اتفقنا. خلاص. هنبدأ نكمل، وان شاء الله الفترة الجاية هنكمل بقى اللايفات بتاعتنا. هنعمل لايف حلو كده الفترة الجاية، بحيث ان انت كل مرة هتبقى هتتحسن وتفوق. هل انا مشتاق له او مع الاحساس؟ انا الاسئله دي هتجاوبها النهارده، واللايف الجاي هنتكلم وهنقول لك بقى تعمل ايه بقى عشان تبدا تتعافى معانا ان شاء الله باذن الله. فهي خطوات، اعمل حاجه حلوه بتحبها بعد كل لايف ولو صغيره، وتيجي تقول لي عليها المره الجايه. واشوفكم على خير، وصلوا على النبي كتير في هذه الايام، واستغفروا كتير، وصلوا ركعتين كاملين، وهنزل لك في الستوري فيديو تحل تجلي، دي بدايه كل تعافي بالظبط. يا نقطة اعملي اكل. ويلا اشوفكم على خير، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل واحد يكتب لي جملة عن تقييمه اللايف او تقييمه النهاردة، لان بيهمني رأيكم جدا، وسعيد بوجودي معاكم النهاردة. اتشرفت بيكم لان انتم مش موجودين كتير فعلا، وببقى سعيد دايما بكلامكم. كلنا يعني بيبقى واحد مع بعض، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اشوفكم على خير. ممتاز كالعادة. الله يخليك يا آية، جميلة اللايف. الله يخليك يا أميرة. كل حد طبعا بيقيم، أنا سعيد بوجودكم، والفترة الجاية هتبقى خير ليكم، هتتعافوا وتفوقوا وتقوموا بإذن الله. اتفرجوا على الفيديوهات ضروري، خشوا على اليوتيوب رحلة تعافي الروح، تعافي الروح مصطفى بوشناق، اكتب كده واتفرج على فيديوهات تعافي الروح، ولو فيديو واحد يوميا. دي من خطوات، من فضلك التزم بالخطوات ويعبر عن مشاعرك، وهتتعافى ان شاء الله زي ما ناس كتير تعافت باذن الله. هننزل مواعيد اللايف. حاضر يا ايه. الله يخليك يا لطيفة، عاملة ايه؟ وطمنين عليك في رحلة التعافي. حاضر يا ايه، هنزل وبعمل فيديوهات قبليها في نفس اليوم عن ميعاد اللايف. ويوم الخميس اساسي باذن الله، هنثبت 11. هدخلنا جيست ان شاء الله، كله هيخش جيست اللي عايز، بس انا هبقى عارفه وهو مستعد، وعارف انه مستعد. اتفقنا؟ طبعا اللي بيخش معايا لايف بعد كده بيبقى مرشح انه يطلع جيست. فيلا اشوفكم على خير، والحمد لله رب العالمين، وكل طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين.